نتعرف على حرف من حروف اللغة العربية. هل أنتم جاهزون؟ مستعدون. هيا نبدأ. ما هي الحصة؟ المادة اللغة العربية. سيقوم الآن بتقديم درسنا أفنان، حنين، وشام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مدرسة رواد المعالي مع تلاميذ صف الروضة. اليوم سوف يركب معنا حرف جديد في قطار الحروف. هيا نكتشف مع الحمامة حرفنا اليوم. الرسالة، ما هي الرسالة التي تحملها الحمامة؟ يلا من برفع اليد؟ يا رويس اسحب الرسالة من الحمامة. يلا افتح الرسالة. ماذا يوجد في الصورة؟ حلوة. ممتاز. صفقة. أحسنت يا رائع. يلا يا رميسة افتحي الرسالة. يلا. ماذا يوجد في الصورة؟ حقيبة. ممتاز. صفقة. أحسنت يا رائعة. حصان. حصان. هل صحيح؟ نعم. صفقة. ممتاز. بارك الله بك. جهتين. حاء في آخر الكلمة متصل من جهة واحدة. حاء منفصل. أحسنتم. صفقة لكم. هذه الصورة حليب. حليب. هل تعلمون يا روضة أن الحليب مفيد جدا؟ نعم. الحليب يغذينا ويعطينا الفيتامينات والكالسيوم ويقوي عظامنا. مفيد جدا. ماذا يعطينا الحليب؟ الفيتامينات. ماذا يعطينا الحليب؟ ويقوي عظامنا ويقوي نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكلا لكي تبقى الحياة هدى ويسمو ديننا. يلا هيا نبدأ. آية اكتبي حرف الحاء في أول الكلمة. أحسنتي آية. يلا. ممتاز. يلا سعاد اكتبي حرف الحاء. يلا من الصورة تحت. أحسنتي. يلا برافو قطومة. يلا. ممتازة. صفقة.